رحلة مقدسة بين ضعني الصوت وصورة المعرفة، عفة وولاء وإبداع عبر سرب الثواب، هنا في قناتكم، قناة نهر العلقمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي الزهراء محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا
عظيما. لم أنس حول الصبط زينب، لم أنس حول الصبط زينب، إذ غدايات تنادي بصوت صدع الكون عاليا: أخي يا هلالا غاب بعد كمالي، يا هلالا غاب بعد كماله، فأضحت به أيام سعدي لياليا. أخي، هذا البيت شوية يعور، هذا البيت شوية يأذي. أخي لم تذق من بارد الماء شربة، وأشرب ماء المزن بعدك صافيا. يا أخي صرت مرمى للحوادث والآثام. زينب تشكو حالها لأخوها الحسين حينما تنظر إلى رأسه الشريف في مثل هذا اليوم. اليوم يأخذون زينب والسبايا إلى الكوفة، ورأس الحسين على رمح طويل. أيوا حسينا، أخي صرت مرمى للحوادث والآثام. فليتك حاضر تنظر اليوم ما بيا يا فحاشاك أن ترضى نروح حواسرا. سبايا بنا الأعداء تطوي الفيا. شوف زينب شتقول بدينا احنا اللي قبل آدم، بدينا وجدنا الشرف العالم، بدينا شلون حبال تتشدد، بدينا بتحيدر وطب ديوان وميه. يا بتحيدر وطب ديوان يا نال مية، وهي على ظهر ناقتها تنظر إلى جسد المولى مكبوبا على وجهه، يا مسلوب العمامة والرداء، مقطعا الأعضاء. عند ذلك وضعت يديها على رأسها
التفتت نحو مدينة رسول الله، صاحت يا جداه يا رسول الله، هذا حسينك بالعرام مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى. قلنا يا جد قوم، هذا حسين مذبوح مذبوح يا جدي، ما بقت له من الطعن روح يا جدي، مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه، وحيد يعالج ومن خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر، ولا واحد بحلقه ما يقطر. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. على محبة زينب، محبة الإمام السجاد، سبايا هذه الليلة، تعجيلا لفرج المولى صاحب الأمر والزمان، عطروا أفواهكم ومجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ليلة البارحة ذكرت بعض النظريات لفلسفة نهضة الحسين عليه السلام، فالحديث كان مع العقل، واليوم يوم الجمعة سيكون الحديث مع القلب والروح. إخواني، حينما نستقرأ ونتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أنه من أكثر الأعضاء البدنية التي تكلم عنها القرآن الكريم هما العقل والقلب من ناحية الصحة والمرض. مثل ما أن هذا البدن يصاب بعدة أمراض، كذلك هذا العقل وهذا القلب أيضا يصاب بالأمراض بالصحة والمرض. فحينما نتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أنه الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أمراض العقل، وأمراض العقل هي بعدم التعقل، عدم التفكر، عدم التدبر. أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون؟ فمرض العقل هو عدم التدبر إخواني، عدم التفكر، عدم التمعن. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يحث الإنسان على التفكر، على التدبر، باعتبار أن الله عز وجل ميزنا عن سائر المخلوقات بهذه الجوهرة اللي هي جوهرة العقل. فصحة العقل بالتفكر بالتدبر، مرض العقل هو بعدم التفكر والتدبر. ولكن حينما نأتي إلى القلب نجد أنه القلب من أكثر الأعضاء التي تصاب فيه الأمراض. هناك طبع على القلوب، هناك زيغ للقلوب، هناك قفل على القلوب،
أمراض متعددة أخواني. من ترجع للقرآن الكريم اليوم في الآيات الشريفة نجد أنه عشرات الآيات تتحدث عن مرض القلب، باعتبار أن القلب هو العضو الأساسي لتمييز الأشياء في داخل الإنسان. مو العقل اللي يميز، القلب هو الذي يميز ويرسل الإعازات إلى العقل، والعقل هو الذي يعطي القرار، ولكن القلب هو الذي يميز في الدرجة الأولى. باعتبار أنت مرات حتى في قضية الحزن تشعر الانقباض مو بالعقل، تشعر الانقباض وين؟ بالقلب. الفرح أيضا، المشاعر كلها تصدر من القلب، ولذلك القلب عنصر أساسي في جسم الإنسان يتحدث عنه القرآن الكريم. ولكنه حينما نستقرأ أكثر في كتاب الله عز وجل نجد أن هناك مرض خطير والعياذ بالله يصيب القلب، وهو من أخطر الأمراض، اللي هو يعبر عنه القرآن بقسوة القلب. ليش أنا أتكلم عن قسوة القلب؟ لأنه كل مصادر إخواني الذنوب، الجريمة، ارتكاب المعاصي تبدأ حينما يقسو القلب والعياذ بالله. القلب حينما يقسو هذا الإنسان بعد ما يهم أنه ما يجري من أحداث، يعني لا يتألم مثلا بالأحداث، لا يتألم على يتيم، لا يتألم على أرملة، لا يتألم على مثلا إنسان إلى آخره، ما يهم بعد هذا الإنسان. ليش؟ لأن هناك قسوة في القلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ميز جميع يعني الأمراض، خلاها بآية بس، ما قال ويل مثلا لمن طبعت على قلوبهم، لمن قفلت على، بل قال ويل للقاسية قلوبهم، وجعل الويل لمن يقسو قلبه والعياذ بالله. لأن هذا قسوة القلب. شوف حتى هاي جريمة قتل الحسين عليه السلام هي بدأت من القساوة، يعني لو ما هذه القساوة بالقلب ما يرتكبون هاي الجريمة البشعة بحق أهل البيت عليهم السلام. فبالتالي قسوة القلب هي من أشد الأمراض خطورة على هذا الإنسان. هسه أكو بعض القضايا المادية التي تؤثر على القلب، أكو بعض القضايا المعنوية التي تؤثر على القلب. من جملة مثلا هاي القضايا المادية شوية خل أعرج عليها، لأنه القضية قضية معنوية أكثر مما هي مادية. لقمة الحرام والعياذ بالله، لقمة الحرام من الأسباب الرئيسية التي تؤثر على القلب وتسبب قسوة القلب. لقمة الحرام، بالدليل أنه الحسين عليه السلام حينما قال يا شيعة آل أبي سفيان قد ملئت بطونكم من الحرام. لقمة الحرام، الشراب الحرام، يعني الطعام الحرام حينما يدخل إلى جوف الإنسان بعد هذا القلب شنو يتأثر ويكون قاسيا. ولكن حينما نأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله نوجه له هذا السؤال، أو أحدهم يوجه السؤال للنبي صلى الله عليه وآله، يقول له يا رسول الله ما هي مقسيات القلب اللي تؤدي إلى الجريمة، إلى ارتكاب هذه الذنوب والمعاصي؟ ما هي هذه الأمراض المعنوية التي تضرب ذلك القلب وتجعل ذلك قاسيا والعياذ بالله بعد من يرتكب جريمة، بعد ما يهتم، بعد ما يتأثر؟ فهذا السؤال يوجه للنبي صلى الله عليه وآله، يقول له يا رسول الله ما هي مقسيات القلب؟ قال أولا ترادف الذنب على الذنب. بالك شوية هنا يمي. فقال له يا رسول الله ما هي مقسيات القلب؟ قال ترادف الذنب على الذنب. الذنب حينما يأتي عليه ذنب دون الرجوع، دون التوبة، شبابنا دون الرجوع والتوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى، هذا القلب يبدأ بالقسوة. الشيخ محمد مهدي النراقي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب جامع السعادات من 3 مجلدات، من أروع ما قرأت في الجانب الأخلاقي، وهذا الكتاب من الكتب التي يعني تدرس حتى في الحوزات العلمية. يقسم هذه الذنوب ويقول هاي الذنوب حينما تأتي إلى قلب الإنسان دون أن يستغفر الإنسان، يضرب فرد مثل مادي، يقول شوف هاي المرآة من تنظر بها إلى وجهك مرات تتركها يوم، يومين، 3 أيام، 4 أيام، 10 أيام، يصير عليها غبار، يصير عليها غبار، يصير عليها غبار، دون أن تزيل ذلك الغبار. يقول بعدين فد مدة تجي تباوع على وجهك بهاي المراية، بعد أنت ما تشوف وجهك. فكذلك الذنوب حينما تترادف بعد الإنسان، حينما قلبه يصيب ذنب ويصيب ذنب ويصيب ذنب دون أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، بعد ما يشوف أيضا شنو؟ يشوف الله عز وجل، ما يشوف هاي قضية المشاعر، بعد قلبه يقسو. ومن هنا الإمام الباقر عليه السلام يقول هذا الذنب حينما يصيب قلب الإنسان
تصيبه فرد نكتة سوداء، النكتة يعني النقطة السوداء، يقول يذنب، تصيبه نكتة سوداء، يقول إلى أن يذنب يذنب يذنب، يقول هاي النقطة السوداء تكبر، يصير القلب كله أسود فيكون منكوسا. يعني مو منكوسا أنه مثلا يصير الأعلى أسفل والأسفل أعلى، لا، مو هذا المفهوم. المنكوس أي أنه بمعنى أنه يرى الحق باطل والباطل شنو؟ هو الباطل حق. وهذا ما تحقق في قضية أهل البيت عليهم السلام. هذول أهل المعاصي والقلوب القاسية صاروا ينظرون إلى الصعلوك معاوية بن أبي سفيان، اللي النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا رأيتموه على منبر فاقتلوه، صار أميرا للمؤمنين، وصار علي بن أبي طالب خارجيا، صار يزيد أمير المؤمنين عليه رضوان الله تعالى عليه كما تعبر بعض القنوات، وصار الحسين شنو؟ إنسانا خارجيا. فهي هاي المأساة اللي تبدأ من هنا، قسوة القلب، يبدأ الإنسان ينظر إلى هذا النور على أنه ظلام، والظلام على أنه نور. أهل البيت عليهم السلام على أنهم خوارج، والخوارج الذين حاربوا أهل البيت من بني أمية يكونون شنو؟ هم أهل الدين، هم حماة الدين، هم اللي رافعين راية الإسلام. فهذا ما تحقق أخواني. فأول ذنب النبي صلى الله عليه وآله يقول دير بالك شابنا، يعني إخواني الله يحفظكم، الخطاب إلي قبل لا يكون إلكم. يعني يقول هاي النظرة الحرام مثلا، الذنب مثلا هو شنو الذنب؟ الذنب نظرة حرام، تبدأ من النظرة، تبدأ من كلمة، تبدأ من جلسة غيبة، تبدأ من لقمة حرام، تتطور هكذا إلى أن يكون الإنسان مجرم. ماكو واحد طلع من بطن أمه اليوم مجرم، ماكو واحد اليوم طلع من بطن أمه هو عاصي، ولكن شلون يعصي يبدأ بالتدرج شوية شوية. أول ما يرتكب له معصية صغيرة، وبعدين يتدرج بالمعصية حتى يرتكب الكبائر، مثل ما حصل ويا النبي صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام طالعين في صحراء، قال لهم اجمعوا لي الحطب، فبدأ واحد يجمعون الحطب، واحد يجيب صغيرة وواحد يجيب كبيرة، إلى أن أصبح تل من الخشب. قال لهم هكذا تتكون أو تتجمع الذنوب، تبدأ شوية شوية. أول ما حطينا خشبة واحدة صغيرة، بعدين صار شنو؟ تل كبير من الخشب. هكذا قال لهم تبدأ الذنوب، تبدأ من معصية، نظرة حرام، يبدأ الإنسان فيتطور حتى يقع في المعصية وفي الفاحشة وفي الزنا. يأكل لقمة حرام، يبوق بعد أموال شعب كامل ما يهمه. هو أول ما يبوق دولار، هو ما باق أول يوم باق له مليار دولار، باق له دولار، وبعدين شوية شوية الأخ تطور الحجي. وهكذا تتطور المعاصي، يأخذ غيبة يتطور، يباوع إلى امرأة بالحرام تتطور النظرة، دون أن يرجع، دون أن يستغفر، دون أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمعاصي تبدأ تتطور شيئا فشيئا، تتدرج إلى أن تكون معصية كبيرة والعياذ بالله. أنا أعرف شاب في دولة من الدول، هذا كان، أنا أتذكر شارع يمنى، إحنا كنا منطقة شعبية في البصرة، كانت تعبر من يمنى بعض البيكابات، البيكاب اللوري اللي يحمل المواد مثل رقي، البطيخ، نعبر عنه كذا. فهذا كان يركض، كان صغير يعني، كان يركض ويصعد على البيكاب، يجيب رقية صغيرة وينزل يجيبها لأمه، فالضربة هالشكل، يقول له يوم الثاني يجيب أكبر، اليوم جايب لنا صغيرة. وهكذا إلى أن صار مجرم، وصار بعدين تاليته بالسجون. شاهد الكلام، المعصية منين بدأت من الصغيرة بتشجيع من الأهل حتى تطورت وصار بعدين خرج سجون. فشاهد الكلام إخواني أنه الإنسان لابد أن ينظر إلى الذنوب والعياذ بالله، ينظر، يدير باله على عيونه، يدير باله على المجالس. وهاي الجلسات مرات الإنسان يجلس له في جلسة ويا شباب ويقعدون يحشون الوادم بتعبيرنا، وياخذ له غيبة وبعدين يتورط هناك يوم القيامة. فذنب على ذنب، معصية على معصية، كما يقول النبي، يقول هاي واحدة من مقسيات القلب، دير بالك. قال أولا ترادف الذنب على الذنب، بعد يا رسول الله؟ قال ثانيا مجاراة الأحمق، صديق يورطك. ولذلك أنا سامعها منهن قبل يقولون الصاحب ساحب، يعني صاحبك يسحبك، تمشي ويا الغني تغنى، وتمشي ويا العالم تصير عالم، وتمشي ويا الدكتور هم تصير لعله دكتور، وتمشي ويا الفقير تصير فقير. فالصاحب ساحب، الصاحب يؤثر عليك، دير بالك. ولذلك أمتنا يقولون دير بالكم من الصديق والقرين.
الواقع اكو بعض الناس في الواقع الابتعاد عنهم غنيمة اخواني. بعض الناس في الواقع الابتعاد عنهم غنيمة، كلهم غيبة وحسد وغيل وضغينة وبغضاء وكلام ما ادري شلون كله دنيوي، ويا ما كلمات ويا ما اصدقاء فرقوا بين يعني بين رجل وزوجته وبين الى اخره مثلا. فلذلك يقول دير بالك من صديق السوء، دير بالك من هذا الصديق اللي انت تمشي وياه، لان بعض الاصدقاء بعض الناس وجودهم بحياتك سلبي. اكو بعض الناس سلبيين يأثر على الدنيا مالتك ويأثر على الآخرة مالتك. انت كنت زين في مستوى عالي، بس تمشي لك ويا واحد مطقطق حش السامع انت هم تهبط، تمشي لك ويا واحد زين لا تصير زين. فيقول النبي صلى الله عليه وآله يقول دير بالك من هاي الناس، لا تماشي أي إنسان. ياما بعض الشخصيات أو بعض الناس دمروا حياة الآخرين. ليش؟ لأنه قلبه كله حسد وغيل وغيبة وما أدري شلون إلى آخره. فيقول لك دير بالك. فيقول النبي المقسيات القلب، يقول هذا الصديق الذي يؤثر عليك، بعض الأصدقاء مؤثرين عليك، دير بالك تمشي وياهم. فالإنسان ينتبه إلى القرين مالته، إلى صديقه. الرجل ينتبه، الشاب ينتبه ويا من يمشي، الشابة تنتبه ويا من تمشي، لأنه هذا يسبب الانحراف. فيقول النبي أولا ترادف الذنب على الذنب مجاراة الأحمق. بعد يقول كثرة الحديث مع النساء، هاي من مقسيات القلب. أما كثرة الحديث لا والله، مع إنسان مثلا يتكلم له مع امرأة بدون مثلا نية غير صحيحة، يعني ما بيهش، إحنا ما نتكلم بخصوص هذا الجانب. لكن مرات الكلام من يكون غايات شيطانية، يدخل بها نظرة، تدخل بها كلمة وشقة ومزاح وما أدري شنو تتطور. هسه واحد من أصحاب الإمام الصادق يوم من الأيام، لعله أبو بصير أو واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، لعله الجعفي، واحد من أصحاب الإمام عليه السلام، هذا كان يعلم يعني القرآن. يوم من الأيام علم امرأة شوية آية، يقول فاكهها، ضحك وياها. يقول الإمام الصادق قال له تعال شيعتنا أنتم شلون هيك تضحكون ويا النساء بغير قصد إلى آخره. من فاكه امرأة غله الله سبحانه وتعالى فينا. شوف، مجرد ضحك ويا امرأة بغير قصد، الله سبحانه وتعالى يواعد ذلك الإنسان في نار جهنم. ليش؟ يريد يسد الطريق الإمام الصادق عليه، يقول له ترى هاي المزحة شوية باشر، ترى دير بالك تتطور، هم اليوم رقم وتليفون ولقاء وما أدري شنو، وتصير لك القضية غير قضية. في الإنسان دير باله. يقول كثرة الحديث مع النساء، الإنسان خليه يدير باله، يدير باله من هاي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي اليوم. شو مسوية بالوادم، شو مأثرة على العالم. إذا هي مجرد مفاكهة، مجرد حديث هالشكل اللي هنا عن النبي صلى الله عليه وآله. تعال شوف المصايب اليوم بالسناب وبالمدري وين، هاي المواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا اليوم، تعال شوفها اليوم شنو. بعض الشباب وبعض النساء يقعدون للصبح يلعبون بعض الألعاب ويضحكون ويكهكهون للصبح يعني. ويا ما خربت هاي مواقع التواصل الاجتماعي، خربت عوائل وطلقت بيوت. امرأة تقعد تضحك ويا شباب للصبح وتلعب بعض الألعاب إلى آخره، والشاب أيضا كذلك، ويطلع لحد صلاة الفجر هو شنو؟ هو يلعب بهاي الألعاب وينام، ما يقعد إلا العصر. زين شنو فرقك أجلك الله هذا الإنسان، شنو بالله فرقه عن الحيوان؟ اكو بعض الحيوانات الكوالا يقولوا لها، اكو بعض الحيوانات تتسلق الاشجار، هذا ينام 22 ساعه، يقعد ياكل ساعتين وينام 22 ساعه. اكو بعض البشر هالشكل يعني، ينام هم 22 ساعه ويقعد ياكل له بس ساعتين. شاهد الكلام اخواني، الانسان شوي يدير باله ترى من هالمعاصي. احنا بمدرسه الحسين عليه السلام، مدرسه كربلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وآله يقول دير بالك، يعني كثرة الحديث مع النساء. يوم من الأيام النبي بأبي وأمي يقولون من طلع المسلمين للجهاد وطلع هو وياهم، خلى مجموعة من الصحابة وين؟ بالمدينة. هذول شنو وظيفتهم إخواني خواتي؟ هذول وظيفتهم يجيبون الماء، يجيبون بعض الحاجات، الحطب إلى بيوت المجاهدين اللي يجاهدون في سبيل الله في زمن النبي صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام هذا واحد من الباقين بالمدينة راح إلى بيت أحد المجاهدين إخوانه على مود يودي له ماء، يودي لعائلته زوجته ماء، يودي له حطب إلى آخره. طرق الباب عليها، مجرد سمع صوتها
وتأثر بالصوت، دفع الباب هكذا، مد يده على زوجة ذلك الإنسان المجاهد، قالت له: أما تخشى الله؟ أما تخاف الله؟ أخوك في الجهاد وأنت تخونه؟ يقول: هذا رأسا خاف، رجع إيده. من رجع هذا الإنسان المجاهد اللي راح يدافع عن أرضه وعرضه هالشكل وهذا يخونه؟ الزوجة زوجته قالت له: أبو فلان ترى هيك صارت حادثة، هذا هم شوية عاقل ما حمل التفقة وراح قتل رأسا، صار شوية عاقل، اجى للنبي قال له: يا رسول الله اكو حادثة هالشكل حصلت وياي. يقول: صاحوا عليه، قال له: ليش انت سويت هذا العمل؟ تب الى الله سبحانه وتعالى. يقول: الى ان ذهب هذا بالجبال يتعبد، مجرد انه هو ما سوى شيء، مجرد هو مد ايده وراد يفعل كذا قضية. يقول: الى ان قال له: روح النبي، روح استغفر، روح توب الله عز وجل، انت سويت أخوك في الجهاد وأنت تخونه. يقول: إلى أن نزلت فيه آية يا الله تاب عليه عز وجل. قضية مو سهلة اليوم إخواني. فالنبي صلى الله عليه وآله قال: ترادف الذنب على الذنب، مجاراة الأحمق، كثرة الحديث مع النساء. بعد هاي يوم من الأيام ذكرناها في ليلة من الليالي، لعله في الليلة الأولى والثانية. يقول: الجلوس على سبيل الوحدة والانفراد في المنزل، هاي دير بالك تسبب عندك قسوة قلب. هنا الجلوس على سبيل الوحدة والانفراد كون أنت تحدده. مرات الظرف يتطلب منك أنه تطلع للمجتمع، تتكلم، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، ومرات لا والله المجتمع يحتاج لانعزال. من نشوف كثرة المشاكل، كثرة الغيبة، كثرة الضغينة، كثرة الحسد عند بعض المجتمعات. هنا الشرع يقول لك انعزل، اقعد ببيتك أحسن لك، لأن راح تتلوث. لأن أكو بعض المجتمعات واجب على الإنسان أن ينعزل من عندهم، واجب على الإنسان أن ينعزل من بعض المجتمعات، لأن أكو المجتمعات تسبب أمراض. إذا شوف لك فد بيئة كلها أخطاء، كلها أمراض، حاول تنعزل، لأن أكو بعض الناس يسببوا لك مشاكل، فحاول تنعزل من هذول الناس. ولكن في بعض الأحيان تكون أنت تحدد موقفك، أو في بعض الأحيان لا، الكلمة لابد على الإنسان أن يخرج ويتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا نكون الإنسان هو اللي يحدد موقفه. إذا كان الأمر يتطلب كلام أتكلم، إذا كان الأمر يتطلب انسحاب وجلوس بالبيت أنسحب وأجلس بالبيت، إذا شفت بعض الأمراض في المجتمع إلى آخره. ولكن على الإنسان في أغلب الأحيان أنه يتكلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالجلوس كما يقول النبي صلى الله عليه وآله على سبيل الوحدة والانفراد، دير بالك، لأن هاي من مقسيات القلب. هذا مو زين وهذا إلى آخره، وهاي الحسينية مو زينة، وهذا المركز مو زين، وهذول الجماعة مو زينين إلى آخره. وبعدين ينعزل عن المجتمع ويعزل نفسه عن الناس، وبعدين يموت بالبيت، يظل في أسبوع أسبوعين لحد ما تطلع ريحته ويأخذونه للمحارق يحرقونه، مثل ما صار عندنا في دولتنا. ينعزل عن الناس، لا يتواصل ويا هاي المجالس. ليش أهل البيت يعني حثوا على الحضور؟ كثرة السواد حتى يشوفونك بهاي المجالس تتواصل ويا الناس، لأنه الانعزال عن الناس يسبب لك مشاكل قلبية. فكثير من الناس انعزلوا عن أهلهم وعن ناسهم وإلى آخره، وقعدوا ببيوتهم وتاليتهم ماتوا ببيوتهم وما حد يدري بيهم. فترادف الذنب على الذنب، مجاراة الأحمق، كثرة الحديث مع النساء إخواني. وبعد الجلوس على سبيل الوحدة والانفراد. وهنا بعد النبي صلى الله عليه وآله يقول خامسا، يقول مجالسة الموتى. شنو مجالسة الموتى؟ مجالسة الموتى هذول يعني أهل القبور اللي نروح لهم؟ لا، مو هذول أصلا النبي صلى الله عليه وآله حث في زيارتهم. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها ترقق القلوب. بالعكس عندك أرحامك اليوم أفضل موعظة اليوم من تروح إلى قبر صديق، قبر أم، قبر أب، أخ إلى آخره. الله يطول أعمار إن شاء الله الأمهات والآباء، وتوقف على هذا القبر وتتذكر هذا الأب اللي رباك، وهاي الأم اللي ربتك، وهذا الأخ اللي أنت كنت تقعد وتاكل وتشرب وياه. هاي خير موعظة اليوم الإنسان يتعظ بها. زين، من يقول النبي مجالسة الموتى يا موتى، يقول هذول الموتى أهل الدنيا، بعض المترفين اللي دائما حديثهم يقعد يسولف بالفلوس، ينام يسولف بالتجارة وبالفلوس، يقعد إلى آخره، يأكل يشرب من الصبح لليل، ما عنده ذكر الله 24 ساعة، بس يسولف بالدنيا وبالمال والتجارة. النبي يقول دير بالك هذا تقعد وياه، لأن هذا كله مملوء دنيا.
ولذلك هذول بعض المترفين، أنا ما أقصد الكل، يعني أكو بعض عندنا بعض أصحاب الأموال لا والله هذول قوام المجالس بيهم، هذول يساعدون الفقراء، لكن أكو شريحة من بعض المترفين يقول النبي لا تجالسهم، هذول دير بالك تجالسهم، هذول ما يذكرونك بالله سبحانه وتعالى، هذول يذكرونك بمن بس بالدنيا، الدولار صعد والدولار نزل وما إلى آخره. فشاهد الكلام مولانا العزيز أنه يقول دير بالك أنه هذول تجالسهم، خلي بالك هنا شوي، يقول دير بالك هذول تجالسهم، لأن بعض المترفين والعياذ بالله هذول يصيبهم بعض الأمراض، وخصوصا أمراض التكبر على الناس. هذول بعض المترفين يصابون بمرض التكبر، يظل ينظر إلى هذول الفقراء المساكين، ينظر على أنهم لا شيء، بعد ما لهم قيمة، عند قيمة الإنسان بقدر ماله. أكو بعض الأغنياء والعياذ بالله من هذول ينظر إلى الناس الطبقة الفقيرة على أنهم شنو؟ أدنى منه مستوى. هذا بشر إلى آخره، يقول له لا أنت قيمتك بجيبك اليوم، هاي مصالح اليوم هالشكل، يعني يتعامل بعض الناس يتعامل معك على قدر أموالك، يتعامل وياك على قدر المال، مصلحة محدودة، يفلس جيبك يتركك، جيبك متروس، عندك منصب، عندك شنو، يتعامل وياك. لكنه حينما تنتهي المصلحة تروح أنت من منصبك مثلا، جيبك يفرغ، بعد حتى يعبر من يمك ما يسلم عليك، مصلحتك بتنعبر عنه دنيوي. فأكو بعض المترفين بعض الأغنياء من هذا المستوى. هاي الحادثة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله. يقولون يوم من الأيام النبي جالس هالشكل على المنبر يعظ الناس، يقول قاعدين الصحابة إلى آخره، واحد من الجماعة جماعة الأموال قاعدين، وإلى جانبه أكو فرد مسافة هالشكل لشخص، يقول إجا رجل فقير من الباب ودخل وقعد إلى جنب هذا الرجل الغني. هذا الرجل الغني من شاف الفقير قاعد يمه سحب ثوبه هالشكل ووخر. النبي هاي الحركة هواي أذته جدا، تأذى من هاي الحركة. يقول التفت له قال له يا هذا لماذا فعلت هذا الفعل مع هذا الفقير؟ أنت من جلس يمك ليش وخرت عنه وابتعدت؟ أخشيت أن ينتقل غناك إليه؟ خفت حتى فلوسك، خاف فلوسك تروح له؟ قال له لا يا رسول الله. قال له أخشيت أنه فقره ينتقل إليك؟ قال له لا يا رسول الله. قال له أخشيت أن تتسخ ثيابك، خاف تتلوث ثيابك من هذا الرجل الفقير؟ قال له لا يا رسول الله. قال له إذن ليش سويت هذا الفعل؟ لماذا فعلت هذا الفعل؟ قال له يا رسول الله أنا خطأت وأريد أن أتوب وأعلن توبتي، وعندي جائزة لهذا الفقير أنا أقدم له فرش شيء. قال له شنو هو؟ شو تقدم له؟ قال له أنا مستعد نتيجة أن أكفر عن هذا خطئي وهذا ذنبي أن أقدم نصف ما أملك لهذا الفقير. هاي خوش شغلة، فقير ومحتاج ووجدت نصف أموال وثروة. قال له مستعد أن أنقل نصف ثروتي وأعطي نصف ثروتي إلى هذا الرجل الفقير. يقول هنا النبي انتبه والتفت إلى الرجل الفقير، قال له أرضيت بهذا الحكم؟ قال له لا يا رسول الله أنا ما راضي. قال له أنا ما راضي. قال له ليش؟ قال له أخشى أن يدخلني ما دخله. أخشى أن يدخلني ما دخله. قال أنا خاف باكر هم شنو يصير عندي؟ يصير عندي أموال وأجي هم أقعد هنا ولعله رجل فقير هم يقعد يمي وأنا هم شنو أتصرف نفس هذا التصرف. فقال لا أنا ما أبري الذمة. تعبيرنا اليوم إخواني أكو بعض القضايا لعله الناس تقول لك روح أنا ما بارك الذمة. هاي إيش قد خطرة، إيش قد خطرة هاي القضية. مثلا تأخذ لك مثلا حقوق أخ من الأخوة مثلا وما ترجع، قل له والله برين الذمة، قل لك والله روح أنت والله أنا ما بريك الذمة. أو مثلا تسقط سمعته تتكلم عليه، تسقط عرضه إلى آخره، تتكلم عليه بعض الكلام وتجي له هنا بالدنيا. هاي إذا كانت عندنا شجاعة ونقول له يابا أنا اليوم أجيتك أنا اغفر لي وسامحني، لعله يقول لك روح أنت والله سبحانه وتعالى هناك عد نتواجه أنا وياك يوم القيامة. إيش قد صعبة هذه القضية، إيش قد صعبة. ولذلك أخواني هذا قسم المداينات بين العباد من أخطر الذنوب. قسم المداينات بين العباد من أخطر الذنوب. ذنب بينك وبين الله عز وجل لعله باستغفار بتوبة الله يستر عليك ويغطى عليك ويستر عليك،
وتتوب أنت والله، إلا الذنوب التي بينك وبيني، بينك وبين أخوك، بينك وبين أختك، بينك وبين زوجتك، بين الزوجة والزوج. وواحد إذا ما يبري الثاني، هاي يسمونها قسم المداينات بين العباد، هاي الله ما يغفرها إلا أن يتوب، إلا أنه تتبارون الذمة في الحياة الدنيا. هاي إيش قد صعبة، إيش قد صعبة هاي القضية. إنه الإنسان اليوم أنت مسوي لك فرض قضية ويا أخو ويا أخت، زوجة ويا الزوج، الزوج ويا الزوجة، وواحد ما بارد الثاني الدنيا الذنب. شلون يخلص؟ شلون البشر راح يتخلص؟ أنا ما أدري شلون راح يفك رقبته هذا البشر، ما أدري. هي رقبة، هاي شي خلص الرقبة، إيش قد متحملة ذنوب هاي الرقبة. فعلى الإنسان إخواني أن يلتفت إلى هذه المسألة، يلتفت إلى هذه القضية، قضية الذنوب والمعاصي. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: هذا الذنب دير بالك من عند مجالسة الأغنياء، هذول المترفين الذين يتكلمون دائما في الدنيا، هذول دير بالك من عندهم، لأن هذول يصابون ببعض الأمراض والعياذ بالله. الإنسان اللي يلتفت شوية إلى هذه المقسيات، هي مقسيات القلب، لأن هاي المقسيات إخواني اللي ذكرناها هاي الليلة، إذا الإنسان ما يلتفت لها قد يكون الإنسان يكون حتى ضد الحسين وضد أهل البيت وضد صاحب الأمر والزمان في عصر الظهور. مو غريبة أنه الإنسان حينما يرتكب الذنوب ينظر إلى المعاصي، يأكل الحرام، شلون بعد هذا باكر يناصر صاحب الأمر والزمان حينما يظهر؟ شلون يناصر إمام زمانه؟ ما يستطيع. ليش؟ لأن هو مملوء، عينه متروسة حرام، إذنه متروسة حرام، بطنه متروسة حرام، وبعدين يرفع ايده: اللهم عجل لي وليك الفرج. شنو تضحك على نفسك أنت؟ الإنسان متروس معاصي وذنوب، وينظر 24 ساعة للحرام، ويأكل الحرام، ويتعدى على أعراض الناس، ويتكلم ويجرح الناس، ويسقط الناس بأعراضه، ورافع ايده: اللهم عجل لي وليك الفرج. شلون تصير؟ فالإنسان لابد أخواني أن يلتفت إلى قضية هذه الذنوب والمعاصي، لأن هذول حتى الذين قتلوا أهل البيت عليهم السلام كما ذكرنا في بداية الحديث، هذول بدأوا يعني بالمعاصي هاي، من النظر الحرام، من الأكل الحرام، من الجلسة الحرام، إلى آخره، ودرجوا بالمعاصي حتى قتلوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وارتكبوا أكبر جريمة على وجه الأرض، اللي هي قتل سيد الشهداء بأبي وأمي. أي ذنب هذا اللي سووا هذول؟ يعني والله العظيم اليوم أنت من ترجع إلى واقعة الطف، يعني فرد جريمة بشعة بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ما وصل إليكم من كربلاء إلا معشار، يقول الإمام الصادق، إلا معشار ما وصل إليكم. كل الحقيقة المطلقة هي صاحب الأمر والزمان. احنا ما نعرف الشيء اليوم إلا هذا البسيط الذي وصلنا من كربلاء. كل الحقيقة المطلقة عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول حينما يظهر ويخطب بالكوفة، أول ما يذكر مصيبة جد الحسين يقول لك بعد صوت الإمام بالروايات ما ينسمع من شدة البكاء، لأنه راح يطلع الحقيقة المطلقة لسيد الشهداء سلام الله تعالى عليه. سووا بزينب هذولي، سووا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من جملة ما جرى على زينب وعلى السبايا في مثل هذه الأيام، يقولون أخذوهم سبايا بأبي وأمي. والله صعب واحد يقول أخذوا زينب، صعب واحد يقول أخذوا زينب وطببوها على عبيد الله ابن زياد، صعبة، كل الصعبة، كل الصعبة على قلب الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه في مثل هذه الأيام. يقول زينب بنت علي صلوات الله، وهاي المرأة اللي يقول هذا الرجل، يقول جاورت علي بن أبي طالب 20 عاما فلم أرى لزينب شخصا ولم أسمع لها صوتا. 20 سنة يقول أنا مجاور علي بن أبي طالب، وين ما يروح يقول أروح وياه، إلى أن جاورت علي بن أبي طالب، يقول لم أسمع لزينب صوتا ولم أرى لها شخصا. وإذا كانت تريد أن تذهب إلى زيارة مثلا قبر النبي صلى الله عليه وآله حينما كانت حتى طفلة صغيرة، يقول كان الحسن عند أمامها والحسين عند خلفها وعلي بن أبي طالب يمشي إلى جنبها. أي شيء فعلوه بزينب صلوات الله وسلامه. ولذلك حينما دخلت زينب على ابن زياد قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، وستحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجانه. لكن اليوم يأخذون زينب يصعدونهم على ظهور النياق العجف،
شوي خل أقرأ لك هاي القصيدة بطور الحدي لما الحدى الحادي. شوي يعطيني صوت أحمد. بودايع الهادي لنزين بتنادي هونك يا حادينا لا وين بينا تريد قاطع بجوج البيت لأن الطريق بعيد والسفر يا ذينا يريض يا حادي وعين بالضاعة لحظة عين بل كان نصيل حسين وتودع سكينا بل كان نصيل يمه وبنحره نشمه ونصرخ يا ابو اليمه للشام سابينا مروا على الأكبار فوق الثرى مطبر ونادوا بني حيدر بل كان يشيلونا مروا على القاسم فوق الثرى نايم ونادوا بني هاشم بل كان يزفونا. شوية هذا يأذي البيت اسمعه. مروا على العباس على المشرعة يا ناس جثة بلايا راس والسهم بعيونه حينما نظرت إلى الحسين صاحت ودعتك الله يا عيوني والله ودعتك الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني والله ياخذوني شمروخ ولا اليباروني يا اهل الحميه ما يا تجوني. يلا أبيات الدعاء كل احنا نشارك نساء ورجال هاي الليلة وباكر الليالي الأخيرة إن شاء الله كل احنا نقرأ بهذا الطور. شلون ودعت زينب بالطور البحراني ودعت أرض كربلاء صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا بلي حرم واطفال خلينا ولينا غصبا علي سافرت يا مهجة حشا يا حسين مليان ما ضاق من قبل الذبح ما
عاين جسمك عالثرى والراس وياي فوق الرمح مشيول يبرى للضعينة لكن لو ظليت من يبرى ليتامك والله يتامك لو طوح الحادي وحده بهاي الضعينة لو طوح الحادي وحده بهاي مدارس آيات لا ينقضي الألم مهما خفق جنح تأريخ الوجع، فلون الرماد الذي غص به فضاء الطف لا زال يرسم وجع المناحر، ولن ينقطع هدير الولاء والألم من خلال قناتكم نهر العلقم، والتي قدمت لكم هذا العمل والأعمال الحسينية الباقية، ونسألكم الدعاء